وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، إن شاء الله يا جماعة الخير نبدأ في منهج الدورة الصيفية صيف 2023 1444 هجرية. الحقيقة احنا عاوزين السنة دي في الصيف بإذن الله في الدورة الصيفية يكون مع اهتمامنا بالقرآن وبتعليم القراءة والكتابة وأحكام التجويد إلى غير ذلك من الأمور المهمة جدا في الدورة الصيفية اللي هنتكلم فيها تفصيلا بإذن الله بخطة منهج كاملة يوم في لقاء الأحد القادم بإذن الله في نفس الموعد. هنتكلم فيه عن توزيع المنهج بالنسبة للمستويات، إن كانت بعض الدور القرآن أو بعض الحلقات تتعامل مع حفظ القرآن، هنتكلم كيف يكون الأمر. وإذا أردنا أن نعطي تأسيس للأولاد في تعليم القراءة والكتابة يكون معنا التوزيع. كل هذه الأمور ستكون معنا إن شاء الله عز وجل في يوم الأحد القادم. أما اليوم فنبشركم بفضل الله عز وجل كتاب إسلامنا الجميل، المنهج التربوي لحلقات التحفيظ ودور القرآن، منهج إسلامنا الجميل. فكرة الكتاب، هو الكتاب عبارة عن 6 مستويات إن شاء الله تنزل تباعا. 6 مستويات. المستوى الأول للتو انتهينا منه أو تم الانتهاء منه بفضل الله عز وجل. إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم سيكون الكتاب متوفر للجميع بإذن الله عز وجل. إلى الآن الكتاب تحت الطبع، سيكون معنا بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إسلامنا الجميل فكرته الرئيسية كيف نخرج بأبنائنا في هذه الدورة الصيفية المباركة بمنهج شبه متكامل في الآداب والأخلاق والسيرة والعقيدة والنشيد والقصة، بحيث يكون البداية في هذا العام أو بحيث تكون البداية في هذا العام إلى أن نكمل في الأعوام السابقة إن شاء الله، حتى إذا ما انتهينا من موسوعة إسلامنا الجميل، الموسوعة المتكاملة كلها تعرض للأمور التي يجب على المسلم أن يعلمها. يجب على المسلم المعلوم من الدين بالضرورة لأبنائنا في كل حلقات التحفيظ. فكان الكتاب الذي بين أيديكم إسلامنا الجميل، كيف أن ديننا وضع لنا أسس منهجية في كل شيء. فسيكون الكلام عن كتاب إسلامنا الجميل. طيب يا جماعة الخير، الكتاب أولا مقسم إلى حصص. الكتاب كله من ألفه إلى يائه عبارة عن بالضبط 80 حصة. 80 حصة. إذن إحنا كمعلمين في حلقات التحفيظ قدامنا أمر من الأمور، إما أن نوفر لأبنائنا في هذا الصيف 80 حصة. طبعا 80 حصة بسيطة، ربما ساعة أو نصف ساعة أو ساعة على الأكثر. هذا الأمر لو استطعنا أن نوفره للأطفال في حلقات التحفيظ، يكون عندنا منهج ساعة يوميا أو نصف ساعة يوميا، يبقى احنا محتاجين 80 حصة يتم تدريس هذا الكتاب من ألفه إلى يائه كاملا. طيب، إذا أردنا إذا التعامل مع هذا الكتاب بتوفير 80 حصة تدريسية للأولاد مدتها ساعة. طيب لو أردنا إذا كان الوقت أقل ربما نضغط، يعني يتم ضغط الحصص، فما يعطى في حصة يعطى، أو ما يعطى في حصتين يعطى في حصة واحدة. يبقى ممكن توفير 40 حصة لشرح الكتاب كاملا. إذا لم يتوفر على أسوأ الظروف لدار معينة من الدور عندها حصتين في الأسبوع، حصة في الأسبوع، إذا تسير مع هذا الكتاب من بدايته وتحاول قدر استطاعتها أن تنهي ما تريد أن تنهيه في الصيف إلى أن تكمل باقي العام. هنحاول بقى بإذن الله نعرضه للكتاب الآن بإذن الله عز وجل. عبارة عن فصول يا جماعة. الفصل الأول لما نيجي نشوف الأقسام اللي موجودة فيه هنلاقي الإيمانيات والعبادات والحديث والأداب والقصة والسيرة. هذا هو محتوى الفصل الأول. ممكن فهنلاقي ان الكتاب زي ما موجود قدام حضراتكم، الصوره ظاهره،
هو الفصل عبارة عن 7 فروع: الإيمانيات والعبادات والحديث والآداب والقصة والسيرة. تمام. طيب تمام. دي 7 حصص يا جماعة. ال7 حصص دول معناها تاخد 7 أيام. طيب ممكن يتم ضغط حصتين أو ضغط فرعين في حصة واحدة؟ ممكن، لأنها معمول بشكل بسيط جدا. فمثلا الدرس الأول أركان الإسلام، أنا قلت لكم إن إحنا محتاجين إن الكتاب يكون بيشتمل على بداية من تعليم الإسلام أو أركان الإسلام حتى نهاية معرفة الأحكام الفقهية والعقيدة والسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول درس عن أركان الإسلام ال5. كل المطلوب من المعلمة إن هي تبدأ تعلم أبنائنا ما هي أركان الإسلام بعيدا عن الجفاف الموجود. مثلا بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الكلام حين يعرض لأبنائنا بهذا الأسلوب مع سماعهم للحديث من قبل فربما يكون الأمر يعني ليس مشوقا، لكن تحاول المعلمة أن تعرض أركان الإسلام بشكل جميل في أولا تفهم الأولاد ما معنى أركان الإسلام، ما أهمية أركان الإسلام، كيف إذا تعلم الطفل أركان الإسلام أنه يطبقها في حياته، يعرف ما معنى إقامة الصلاة، ما معنى إيتاء الزكاة، ما معنى صوم رمضان، وهكذا. إذن أركان الإسلام ال5 يتم عرضها في الدرس الأول الخاص به اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الركن الركيم من أركان الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. طبعا مع شرح مبسط لهذه الأركان. طيب الدرس الثاني تعليم الوضوء. يبقى إذا الدرس الأول يقدم للأولاد في حصة ممكن نصف ساعة أو ساعة، يقدم للأولاد الدرس الأول اللي هو الخاص بأركان الإسلام اللي هو الإيمانيات. دي حصة يوم وانتهى. يقدم للأولاد الحديث، يشرح للأولاد ما معنى أركان الإسلام، ما معنى الإيمانيات، كيفية الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، كيفية الإيمان به. ثم الدرس الثاني في يوم ثاني هيكون في العبادات، تعليم الوضوء. ودي من الأمور المهمة جدا 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 أن نبدأ مع أبنائنا من جديد في كيفية الوضوء. إما أن يتم تعليمها من خلال الصورة أولا، ثم من خلال التطبيق العملي مع الأولاد. إنه أول شيء يقول بسم الله، ثم يبدأ في غسل اليدين 3 مرات، غسل اليدين المقصود بها الكفين 3 مرات، ثم المضمضة للفم 3 مرات، ثم الاستنشاق والاستنثار. لاحظوا هتلاقوا الصورة يا جماعة، الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. المقصود بالاستنشاق لازم نعرف أولادنا يعني استنشاق، إنه ياخد جزء من الماء في الأنف باليمين باليد اليمنى، ثم يستنثر يعني يخرج بيده اليسرى من أنفه. هذا هو الاستنشاق والاستنثار للأنف 3 مرات. ثم غسل الوجه 3 مرات، غسل اليدين إلى المرفقين، ونبدأ باليد اليمنى. لاحظوا يا جماعة أن أركان الوضوء أو تعليم الوضوء مرسوم للأولاد بالصورة، بحيث أن هم لما المعلمة تشرح لهم أو المعلم يشرح لهم يكون في تصور للصورة. بمعنى مثلا ما معنى الاستنشاق والاستنثار، ان الاولاد يبداوا مسح الراس، مسح الاذنين، ثم الجميل في دعاء تفتح له ابواب الجنه، قل هذا الدعاء بعد الوضوء. شوفوا يا جماعه، في فرق بين تحفيظ الدعاء وبين مفهوم الدعاء. لما نحفظ الدعاء تلاقي الاولاد دي كده بتقول لهم عند الانتهاء من الوضوء نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا، ولا ازاي يتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما عند الانتهاء من الوضوء أن نقوله وإذا قلناه تفتح أبواب الجنة، ثم نبدأ في تعليم الدعاء. ربما يحفظه بعض الأطفال من أول مرة، ربما يحتاج إلى تحفيظه إلى وقت، ما في أي مشكلة. خلاص يا جماعة. ثم لاحظوا هنا أعضاء الوضوء: اليدين، عشان لما يجي يشوف اليدين، الوجه، الذراع، وحدود الرجلين. خلاص. ثم نجد في نهاية كل درس
أو كل درسين علمنا رسول الله. ويمكن كان بعض الناس اقترح علينا أن يكون اسم الكتاب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني والبعض اقترح هذا الاسم المبارك إسلامنا الجميل، فكان الاسم الذي بين أيدينا. طيب الدرس بيتكلم عن الوضوء. ايه القيمة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى دي فايدة الحديث اللي احنا واخدينه، الوضوء. طب بنعلم الأولاد الوضوء، وبنعلمهم أركان الوضوء وموجبات الوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء، وعمالين نعلم الوضوء ليه؟ عشان نديله ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء، يعني ثم يقول الدعاء: الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. حديث بسيط. المهم نعلم ابنائنا استشعار عظمه واهميه الوضوء، واهميه ان تقول هذا الدعاء بعد الوضوء. فضل الدرس الثالث: فضل شهاده ان لا اله الا الله. أنه قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. دي أهمية إن احنا نعلم ولادنا ما معنى لا إله إلا الله. أسعد الناس يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأمام كلمة خالصا من قلبه تحتاج إلى جهد وشرح من المعلمات في معنى خالص من قلبه، كلمة التوحيد والإيمان بها. الدرس الرابع: آداب قضاء الحاجة. لاحظوا يا جماعة، كلمة الأول في الإيمانيات، أركان الإسلام، هذا درس في الإيمانيات، ثم درس في العبادات في الوضوء، ثم درس في معنى لا إله إلا الله، ثم درس في آداب قضاء الحاجة، آداب دخول الخلاء. دعاء دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا تبدأ المعلمة، أرجو يعني لا يفضل سرد النقاط سردا نظريا، لكن إشعار أبنائنا بأن حتى حتى حين ندخل الحمام يكون في اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي نحافظ على نفسنا، إزاي نحافظ على نظافتنا، إزاي نلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة. الدخول بالقدم اليسرى، وطبعا نعلمها أبناؤنا خاصة في المرحلة الصغيرة أو في السن الصغيرة، لأن بعض الأولاد يا جماعة أحيانا بيدخل أو أهله بيدخلوه الحمام وهو خايف، فالأم تعمل إيه عشان خوفه دي تسيب الحمام مفتوح؟ لا، ده أدب وخلق، إنه يتعلم إنه لما يدخل يقفل الباب، إنه يتعلم إنه في هذا المكان لا يراه فيه أحد. لأن في أماكن من الحضانات حتى أو من الأماكن في الدور ربما يكون الحمامات مفتوحة للجميع وأولاد بتدخل وأولاد لا لا لا، لازم يتعلم خلق وأدب دخول الخلاء، الحرص على نظافة المكان. وهذا من الأمور المهمة جدا، لأن كتير جدا من الأولاد ربما لا تهتم بالمكان الذي دخلته. وذكر الدخول زي ما قلنا: أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا مهم جدا، انه بيحتمي بالله عز وجل من الجن، من خبائث الجن او من ذكور الجن واناثها. ازاي نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج بالقدم اليمنى، ودعاء الخروج: غفرانك. فلما يكون الامر معروض قدام الاطفال بهذه الصوره يكون شيء طيب باذن الله عز وجل. الدرس الخامس: تحية الإسلام. لاحظوا يا جماعة إن الدروس نفسها متتابعة ومتنوعة، درس في الإيمانيات، درس في العقيدة، درس في الأخلاق، درس في الآداب، درس في تحية الإسلام. وطبعا مشهد لطفل يدخل فيلقي السلام: السلام عليكم، ويرد المعلم ثم يخبره عن فضل قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه لو قال السلام عليكم بس أخذ 10 حسنات،
وإنه لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأخذ 30 حسنة. فيتعلم أدب وخلق إنه يدخل لما يدخل إيه يلقي السلام، سواء بقى كان على أهل بيته أو في البيت أو في الحضانة أو في دار التحفيظ أو في المدرسة. خلق من أخلاق المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هنا حتى يقول: ثم دخل زيد مسرعا دون أن يلقي السلام. ليه؟ لأن في كتير جدا من الأولاد بتبقى مستعجلة فتدخل دون أن تلقي السلام. فيريد المعلم أن يعلم الأبناء هنا قصة عن فضل السلام وفضل أن تلقي السلام كاملا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ستجدونها في نهاية بعض الدروس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. يبقى ازاي لما نعلم ولادنا انه لما يقول السلام كامل يأخذ 30 حسنة. ثم طب حديث الدرس السادس، حديث أول حديث هناخده: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أول حديث ينبغي لأبنائنا أن يتعلموه ونحن نعلمه لأبنائنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عشان يتعلم إن جهده ووقته المأخوذ في تعليم القرآن ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل إنسان على وجه الأرض. أنتوا إيه اللي خلاكم تقعدوا دلوقتي وتسمعوا المحاضرة وعاوزين تاخدوا فكرة تقولوها للأولاد؟ عشان كلنا نكون في الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنسمع محاضرة وهنعلم بعضها بكرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنديها في أي مكان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل شيء أن تسعى خادما لدين الله عز وجل، أن تكون خادما لمولاك، أن تكون خادما لدينك. قمة المتعة والسعادة إن أنتم تشعروا إن في وقت من الأوقات في الصيف أو في نهاية الصيف انتهينا وقد تعلم أبناؤنا شيئا من آداب وأخلاق وإيمانيات وعقيدتهم الصالحة. خلاص يا جماعة. ثم نعرض درسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية. المستهدف يا جماعة أن نحقق في المستوى الأول قدرا معينا، تقريبا مرحلة المجتمع المكي. تقريبا مرحلة في الكتاب كله، المرحلة في الكتاب كله في الجزء الأول مرحلة المجتمع المكي، ثم تكتمل مرحلة المجتمع المدني، ثم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطب النبي. يعني كيف تجمع السيرة كاملة؟ فتبدأ بدعوة إبراهيم عليه السلام حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكانت استجابة لأمر النبي لدعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام أن رزقنا الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم نشعر أولادنا بفضل الله عز وجل علينا في أنه أرسل إلينا النبي محمد، إن في نعمة الله عز وجل على أمة المسلمين بالنبي محمد. إن الأولاد يا جماعة تشعر يعني إيه محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يعظم القدر عند أبنائنا، نحتاج إلى أن نعظم قدر نبينا عند أبنائنا، وهذا لا يكون إلا بتعظيم قدر النبي في نفوسنا. أي إنسان عنده معظم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه تجده يتحرك بهذا التعظيم. الحب بيظهر، علامات الحب بتظهر. فكيف نعلم أبناءنا حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت استجاب الله دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان بناء فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفصل الأول، 7 دروس ممكن تتاخد في 7 حصص، ولو الدروس بسيطة زي ما حضراتكم شايفين ممكن ناخد درس أو درسين في الحصة. هنبدأ في الفصل الثاني بنفس الترتيب: الإيمانيات والعبادات والحديث والأداب والقصة والسيرة، ولكن بإيه؟ بشيء آخر. فأول شيء تعليم الشهادتين، أعظم كلمة في التوحيد ما يدخل الإنسان الإسلام، قوله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وطبعا ثم عندنا التفسير بدأ في الفصل الثاني، نأتي بتفسير سورة الفاتحة وومضات بسيطة، حاجات بسيطة عن سورة الفاتحة تخبره بعظيم فائدة وعظيم قدر هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك الدرس الثالث صدقة اللسان، الكلمة الطيبة صدقة. ازاي يا جماعة واحنا بنعلم الأولاد؟ لحظة، ايه دلوقتي؟ طيب، ازاي يا جماعة واحنا بنعلم الآداب ونعلم فضائل الأعمال نعلم أبنائنا بإيه؟ بسهولة وبتحبيب في هذا آداب الطعام. قل بسم الله على الطعام، كل باليد اليمنى، نأكل من أمامنا، بعد الانتهاء من الطعام قل الحمد لله. وبعدين علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قصة عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهنا نتكلم عن بر الوالدين وكيف أن الاستجابة لأمر الأب أو الأم مهما كان، مهما كنت لن يكلفك شيئا لكن سيرفع الله عز وجل. قصة جميلة جدا عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. طبعا هنا إيه؟ بر الوالدين. فضل في صلاة الصبح، من صلى الصبح، ده الدرس السادس، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. دي رسالة لأولادنا ولينا، إزاي إن نعلم أبنائنا أن من صلى الصبح، والصبح يا جماعة مقصود به صلاة الفجر في جماعة، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يعني إيه في ذمة الله؟ يعني في حفظ الله. وما بالكم بطفل أو بولد أو بأب أو بأم أصبح يومه في حفظ الله وأمنه وأمانه ورعايته، وأصبح في معية الله عز وجل. إحنا محتاجين يا جماعة نربي أنفسنا قبل أن نربي أبناءنا على أن نكون في حفظ الله وأمنه. أي إنسان ربما تكون كثرت المشاكل وكثرت الهموم وكثرت الغضب في البيوت وكثرت الحسد والعين والمس وأمور كثيرة جدا، علاجها في الأذكار وعلاجها في أن تبدأ يومك بالصلاة في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يبقى لما نذكر الحديث ده إزاي الأهم مع حفظ الحديث يا جماعة وتعليمه، نوصل الصورة للأولاد. بالمناسبة حتى وإن لم يطبق كل الأولاد ما تقولونه، لكن في يوم من الأيام سيذكر كل ما تقولين لما تربيه على المعنى ده، وعلى معنى ازاي يقول اذكار، وعلى معنى ازاي يقول يكون يلزم صلاة الجماعة، وعلى معنى بر الوالدين. هذه معاني ينبغي أن تبنى في أبنائنا. صحيح هتاخد وقت، لكن هي أول الخطوات في وضع أقدام أبنائنا على طريق الجنة بإذن الله عز وجل. طبعا الكتاب معروض بشكل مصور مناسب للأطفال بشكل جميل جدا. هنا هنبدأ في جزئية تانية في السيرة، اللي هي طبعا إذا اتكلمنا في الدرس الأول في السيرة عن إن دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته استجابة، واستجاب الله عز وجل أمر النبي وأرسل نبيه محمد. هيتكلم بقى متى ولد النبي وعامل فيل وإيه اللي حصل، وأبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة في هذا العام الذي جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة وبفيله وبجنوده وبما حدث، وأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. في هذا العام عام الفيل بما فيه، معلش يا جماعة يعني أنا بلمس البتاع بسرعة كده فإيه بتغيب مني، سامحوني لو السرعة بتروح مني. في هذا العام وفي هذه الشدة، وبعد أن أرسل الله عز وجل طيرا أبابيل ترمي هؤلاء، وحمى الله كعبته وحمى الله بيته،
ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وكيف فرح به جده عبد المطلب، وكيف كان الاستقبال، وكيف استقبلت الدنيا أشرف نبي عرفته الأرض وأشرف رجل عرفته الدنيا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رضاعته وعودته إلى أمه، أحداث تجمع لأحداث النبي صلى الله عليه وسلم. معلش ده يا جماعة، ده الباب الأول. طبعا دي الوحدة الأولى. يبقى الوحدة الأولى عبارة عن كم فصل؟ فصلين اتنين. بكم حصة؟ ب 14 حصة. 7 حصص و7 حصص. ال 14 حصة دول لو قدمنا كل درس في حصة ب 14 حصة. يعني في 14 حصة في خلال 3 أسابيع دلوقتي أخذنا وحدة كاملة فيها الآداب وإيمانيات وعقيدة وسيرة وحديث وقصة. طب لو الجزء بسيط والقدر بسيط ممكن نعمل إيه؟ ممكن نضغط حصتين فناخدهم في 7 حصص أو 8 حصص، بحيث إنه ممكن في أسبوعين 2 ننتهي من الوحدة الأولى. عاوز أعرض الوحدة الثانية يا محمد. الوحدة الثالثة، طبعا كل وحدة لها وحدة موضوعية. الله هو الخالق. كل وحدة عبارة يا جماعة عن فصلين. كل وحدة عبارة عن فصلين. الفصل الأول الإيمانيات والعبادات والتفسير والآداب والقصة والحديث والسير. الله هو الخالق. ما معنى أن الله هو الخالق؟ وما معنى أن الله عز وجل هو الذي خلقنا؟ وما معنى أن نكون يعني عباد لله عز وجل؟ خلاص. وبعدين كيف نصلي؟ في الوحدة الأولى اتكلمنا عن كيفية الوضوء. في الوحدة الثانية هنتكلم عن كيفية الصلاة، إيه اللي بنعمله في الصلاة، كيفية الصلاة بالضبط، الأركان. إذا أردت الصلاة فتوضأ، ثم استقبال القبلة ووضع اليد والركوع والقراءة، وكيفية الصلاة كاملة. ثم في التفسير أخذنا سورة الفاتحة في الوحدة الأولى. في الوحدة الثانية هناخد سورة الفلق. في الآداب أخذنا دخول الخلاء، هناخد دخول المنزل. قصة عن غصن الشوك. طبعا أخذنا قصة عن بر الوالدين، القصة الأولى في الوحدة الأولى. النهارده ناخد قصة غصن الشوك وكيف استطاع هذا الطفل أن يزيل. بصوا بقى يا جماعة بمناسبة غصن الشوك. غصن الشوك هو إماطة أذى عن طريق المسلمين، أذى عن الناس. الأذى ده أي أذى يميطه الناس من شوارعهم ومن طريقهم. أي أذى، الزبالة اللي بنحطها قدام بيوتنا، لازم نعلم ولادنا ان الزباله اللي بنحطها قدام ولادنا، اللي بيرش ميه مش كويسه، ميه وسخه قدام البيوت، اللي بيتعمد انه يحط مثلا تراب ولا حجاره قدام البيت ويأذي الجيران ويأذي الناس في الشوارع، هو ده يا جماعه خلق وادب. ازاي ان احنا في بيوتنا نبقى حريصين على ان احنا نعبد الطرق، نعبدها يعني نخليها ممهده للناس. فهذا الرجل او هذا الطفل اللي رفع الغصن الشوكي من الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتنعم في الجنة. زيك شوفوا كده الأحداث القصة عشان نوصل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي أحداث كاملة يا جماعة. هي ليه كل الأحداث دي؟ عشان تعلموا إزاي إن هو خارج لما لقى الغصن إزاي شاله، ولما شاله راح للشيخ بتاعه. يعني انتوا شايفين الأحداث يا جماعة. وده الشيخ لقاه اتأخر عن الحلقة فقال له: إيه اللي أخرك؟ فقال له: إن أنا عملت كذا، فخربه. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوفوا يا جماعة، لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة. يا سلام. يتقلب في الجنة أي يتنعم فيها بسبب شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. بالله عليكم لو تعلمنا احنا الأخلاق دي وعلمناها لأبنائنا. ليست العبرة يا جماعة مش قصة الشجرة زي